السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأسعد حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انا محبتش ان انا اطول في الفيديو قوي، فجبت لكم بقى يعني الفيديو ده انا بعمله بالليل. بتبل الفراخ، بتبلها بايه؟ بحط بصل وطماطم وفلفل اخضر، وبحط توم وليمون والبهارات اللي انتي بتحبيها. الاساس البصل والطماطم والفلفل والليمون والثوم. بحط 7 بهارات، وبحط حبيتين حبهان لاني ما عنديش مطحون، وشوية فلفل اسود وملح وكزبرة وكمون وشطة. وكمان حطيت يعني رشة جوز الطيب، وحطيت كمان كباب صيني. كل ده حطاه حصى في الكبة. وبعد كده انا حطيت شوية لبن. اللبن بيخلي الفراخ طرية معاكي. بعد يعني بعد ما تتشوي تلاقيها طرية من جوه كده، ما تبقاش ناشفة وبتعض معاكي. اللبن حلو قوي. كمان انا يعني عشان ما فيش زبادي، فاللي هو اي حاجة بتقضي الغرض، ان كان رايب ان كان زبادي ان كان لبن، اي حاجة موجودة عندك. بس هو الافضل ان هو يبقى زبادي، لان الزبادي بيخلي الفراخ طرية. بس ما كانش موجود، فاللي هو خلاص بحط لبن بديل الزبادي. والتتبيلة دي انا معتمداها في كل التتبيلات بتاعتي بصراحة. الا اذا بقى لو بتبل شاورما او بانيه بعملها بحاجات بودر كلها، ما بحطش حاجة فريش فيها. بمعنى انا ما بحطش طماطم ولا فلفل ولا بصل ولا توم. اللي هو بعمل حاجات جافة مع شوية حليب برضو، بتكون التتبيلة تحفة. وهنزل لكم الفيديو الجاي بتاع البانيه. بصوا يعني تتبيلة حلوة قوي قوي مع الحليب. طبعا بيبقى الفراخ بتحب الكاري وبتحب القرفة، بتخليها في حتة تانية خالص. فبإذن الله هنزل لكم التتبيلة برضو بتاعت البانيه الفيديو الجاي بإذن الله. هنا بقى انا تبلت الفراخ، غرقتها في التتبيله، لان كده كده يعني آه انتي بقى بتتحكمي في الكميه اللي انتي بتعمليها في التتبيله. فاللي هو انا بزود شويه عشان خاطر اغرق الفراخ في التتبيله كده. وريحتها بتجيب من اخر الدنيا. يعني عايزه اقول لكم والله العظيم التتبيله ريحتها في المطبخ فظيعه. بنتي داخله بتقول لي الله ريحه ايه دي يا ماما؟ قلت لها يا حبيبتي دي طريه، تتبيله فراخ. بالله عليك لو وصلت لحد هنا ما تنسيش تحط اللايك وتصلي على النبي وتكتبي كومنت حلو. لو مش مشترك اشتركي في القناة وفعل الجرس، لان القناة واقعة بنت لذينة. فاللي هو ما تنسوش اللايك اهم حاجة. بصوا بقى انا كنت تبلت الفراخ و... وسبتها. لا انا عايزة اقول لكم على حاجة، هي الامور اختلطت ببعضها. انا مش بتبلها من بالليل، لا ده كان في فيديو تاني. انا اسف. الفيديو ده انا اول ما قمت من النوم تبلت الفرخة. هي مش فرخة، هي فرخة ونص. انا تبلتهم وحطيتها في التلاجة. اللي هو قلت لها احنا عايزين مشوي لحماتي. طبعا مش عايزين يعني اكل تقليدي، لان احنا بنزهق والعيال بتحب المحشي. لا الدنيا دربكت معايا خالص، بتحب المشوي واحنا بنحب المشي. فاللي هو عملتها الصبح اول ما صحيت. هي لو قعدت ساعتين في التتبيلة بتشرب من التتبيلة وبتبقى جميلة والله. هي قعدت حوالي 3 ساعات في التتبيلة او يمكن اكتر، واتشوت والله العظيم كانت تحفة. هو الاحسن طبعا لو انت ناوية تعملي من بالليل هيبقى احسن ليك. بس هو انا فعلا الفراخ دي انا متبلاها الصبح، يعني قبل ما اعمل اي حاجة. لو انتوا تلاحظوا ان انا تبلتها وبعد كده بقى مواعين وفطار وبعمل كل اللي ورايا بقى، وبعد كده بقعد اشوي. كمان احنا اتأخرنا شوية في الشوي في اليوم ده. فاللي هو كان يعني كنا فاطرين متأخر فاهمين. فخلاص بقى سبتها. قلت لهم طالما احنا فاطرين متأخر احنا هنسيبها شوية عشان تشرب من التتبيلة وتتبل كويس وتكون ملحها كويس. وما شاء الله والله العظيم استخدمي التتبيلة دي واعتمديها في التتبيلات كلها. تحفة تحفة تحفة. بصوا انا حطيت البصل وحطيت الفلفل وحطيت الطماطم والثوم. ما حطيتش حاجة بودر، يعني ما حطيتش بصل بودر توم بودر. البصل بودر والثوم بودر ده قشر بصل وقشر توم. يا جماعة انتوا بتتكلموا ازاي؟ اللي هو انت حاطة الحاجة فريش كده، ريحتها كده طازة وريحتها جميلة كده. والله العظيم التتبيلة دي في حتة تانية يعني.
طبعًا بقى زائد أنتِ لو حابة ريحة بهارات معيّنة زيادة أو بتحبي تدخّليها في الأكل بتاعتِك، ده حاجة ترجع لذوقِك أنتِ، يعني في ناس بتحب مثلًا تدخّل شوية قرفة زيادة فيها، الشطة زيادة فيها، ناس بتحب القرنفل، وفي ناس بتحب الحبهان زيادة شوية، كل واحد يعني على حسب ما بيحب. براحتِك أنتِ. طبعًا بقى خلّصت المواعين، وبعد كده عملت كل اللي ورايا عند حماتي طبعًا في بيت العيلة، كنست، روّقت، شُفت شقتي كمان، شُفت عيالي، اللي هو يعني مش تبّلتها وقعدت، لأ أنا طول الوقت باشتغل، باعمل كل اللي ورايا، وبعد كده بقى جيت للفراخ، رصيتها كده على الشبكة، والفحم باجيب إيه 3، 4 حتت فحم واحطهم على البوتاجاز اولعهم، وبعد كده باطلع على الشواية احط الفحم في الشواية، واحط الفحم بقى اللي هو باقي الفحم فوق الفحمتين اللي انا ولعتهم دول، بتروح بقى مولعة في ثانية باقي الفحم، وخصوصا الجو ده كان فيه هوا، فاللي هو الفحم اتولع في ثانية معذبنيش. في الصيف ساعات ما بيبقاش يكون فيه هوا، بيزهقني شوية، اللي هو بتحتاجي تهوي كتير عشان الفحم كله يولع، انما اليوم ده الصراحة كان فيه هوا، وانتوا اصلا هتلاحظوا من الدخان، فاللي هو ولع الفحم في ثانية و... والدنيا بقت حلوة يعني، ما تعذبتش في توليع الفحم. بعد كده بقى لما بلاقي الفحم ولع معايا بفرده في الشواية، وبحط الفراخ بتاعتي وبتتشوى بتبقى زي الفل. طبعا بقى كل ده انا قاعدة في البلكونة، عشان خاطر الدخان والبيت وكده، قافلة الباب بتاع البلكونة عشان الهوا برضو ما يدخلش الركنة، و قاعدة بقى مفيش حاجة. بعد ما سبتها على النار شوية دخلت وعملت الطحينة، وحماتي بقى قعدت عملت السلطة، فاللي هو الحاجة بتتقسم، الشغل بيتقسم كده، اللي هو طب هاتي الطماطم والحاجة وانا اعملك السلطة وانا قاعدة، عملت انا شوية سلطة طحينة. وطبعا احنا عملنا شوية رز صغيرين للي عايز رز، واحنا اصلا بنحب ناكلها بعيش، وساعات بنعمل مكرونة وساعات بنعمل رز بسمتي، اي حاجة بتنفع مع الفراخ يعني ما شاء الله. وطبعا اهم حاجة تعملي الحاجة اللي اطفالك بيحبوها وولادك بيحبوها، لان يعني والله العظيم احنا لما بنطبخ الفراخ بنعملها مسلوقة، نعملها في صينية، نعملها اي وصفة تانية، هما مش بياكلوا نايبهم اصلا، ومش بياكلوا الفراخ، انما لو شويتها كده وعملتها ما شاء الله كل واحد بياكل نايبه، وما يعني بيحبوها ما بيسيبوهوش. وخصوصا بقى ان هما يعني الاول ما كانوش بيحبوا الطحينة والحاجات دي، فاللي هو ما فيش انا الا انا وجوزي اللي بناكلها، حماتي ما بنحبهاش ملهاش فيها، فكنت باعمل معلقتين كده بساط وخلاص على قدنا، هما بقى ما شاء الله بقوا بيحبوها، فاللي هو بقى بقيت بكتر الطحينة شوية عشان خاطر هما بيحبوها بقى، يعني بيحبوا بقى يغمسوا كده الفراخ بالطحينة كمان حاف وياكلوا هما، يعني بنحاول نزود في الفراخ شوية يوم المشوي، لان هما مش بياكلوا بعيش ورز في المشوي، يعني هما عايزين ياكلوا الفراخ كده من غير حاجة، مبيعرفوش ياكلوها بحاجة. ممكن بقى شوية مكرونة شوية رز اصفر كده هما يعني، بس معظم اكلهم يبقى فراخ ساعتها لان هما بيحبوها. فالوصفة دي بالذات او اليوم ده بالذات لما بنعمله بنبقى مزودين شوية، طبعا الطحينة ما فيهاش اي افتكاسات، كمان ما كانش عندي زبادي، فاللي هو عملتها بمية عادية خالص حتى مش دافية مستعجلة، حطيت شوية كمون على كزبرة على شطة على ملح طبعا عشان تملحها، وحطيت نص ليمونة وشوية خل وشوية مية، متزود المية واحدة واحدة لحد ما تلاقي القوام معاكي بالشكل ده تحفة، ولو في زبادي بتخلي القوام معاكي برضو كريمي كده وحلو، فبتبقى جميلة خالص. وزي ما قلتلكوا بقى بقيت يعني بقيت اكتر شوية عشان، وهنا بقى خلاص كنت جبت السلطة حماتي عاملاها حدقتها، والمخلل الرهيب بتاعنا الفلفل والخيار تحفة، يعني عايزة اقولكوا شوية مخلل بقى يعني ولا يا ولا، و... والفراخ
والرز والعيش وخلاص كده الحمد لله. رضا قوي، ويا رب زدها نعمة واحفظها من الزوال. وبعد الاكل بقى حبيت اروق عليهم كده، فقلت اعمل لهم شوية كوكتيل بيبقى تحفة وهما بيحبوه جدا. فاللي هو بقى انا كنت جايبة جوافة وموز وخوخ، فقطعتهم حتت صغيرة قطع صغيرة وعملتهم حبوها جدا واصلا احنا بنحبها. عملتهم. وكمان عايزه اقول لكم بعد كده افتكرت ان انا عندي كانتالوب، فاللي هو جبت الكانتالوب وقطعت واحده كده على على الحاجات دي، فاللي هو كانت تحفه. وكان عندي مانجا في الفريزر، قطعت عليها حتتين مانجا كده من اللي في الفريزر. كان يعني بص وجع، كان حلو جدا. وكمان احنا عندنا عمال في يعني بيعملوا في شقق سلايفي فوق. طلعت لهم منه وفرغت لينا بقى احنا في البيت تحت، فاللي هو كله اتراضى منه يعني الحمد لله. آه يعني بتبقى حاجة حلوة كده لما يكون يوم كلنا متجمعين فيه، خصوصا بقى اللي هو جوزي كان اجازة من الشغل والبنات اجازة من الدروس والمدرسة، فبيبقى يوم حلو كده واحنا متجمعين مع بعض. طبعا بقى يعني الخوخ عشان تفصصيه كويس ويبقى حلو، طبعا كله هيقول انتي عامله الخوخ ازاي. الخوخ انتي بتقسميه في الخوخه زي ما هي، يعني انتي بتجيبي الخوخه تقطعيها 4/4 او اتمان، وبعد كده من النص تعمليها مرتين زي ما انتوا شفتوا في الفيديو. بتلاقي الخوخة اتفرطت معاكي اكنها يعني مش لازقة على البذرة خالص، بتلاقي شايفين الخوخ نازل قطع زي ما هو ازاي. فاللي هو بتلاقي الخوخة اتفرطت منك بكل سهولة، بس انتي قطعيها وهي على البذرة وبعد كده تفرطيها، بس تكون الخوخة يعني برضو ماسكة نفسها شوية. هنا بقى طلعت منجاية كده من الفريزر وقشرتها، وقلت بدل ما احط عليها سكر ومية، لا انا هحط عليها عصير مانجا. يعني الكوكتيل عملت عليه عصير مانجا، فاللي هو كان في حتة تانية خالص. يعني انا بحاول اقلل لهم مصروفهم، لان المصروف ده حاجة يعني آه، حاجات بتاع السوبر ماركت والحاجات دي يعني بتتعب اصلا. فاللي هو بدأت ان انا اقلل شوية. طيب ماشي انتوا بتشتروا كل شوية، طب نجيب فاكهة احسن ونعمل سلطة فواكه او تاكلوها كده احسن من بتاع. فاللي هو يعني تلهيهم شوية، لان هم عايزين اصلا يعني عايزين بنك يمشي وراهم في المصاريف. عايزين نشتري كل ساعة. بس هم برضو مش راجعين والله. فهو كله كده بقى ولا احنا عندنا بس. طبعا بقى يعني هعصر شوية، وفي قطعة كده قطعتها على الكوكتيل، وبتبقى حاجة حلوة وحاجة مختلفة، غير مثلا انك تعملي عصير او تعملي حاجة، لا هي بتبقى حاجة مختلفة عن العادة، فبتبقى حلوة. لو وصلتي هنا معايا في الفيديو ما تنسيش تحطي اللايك لو نسيتي، وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس. هنا بقى جبت الذرة وبدأت ان انا احط فيه الفواكه بتاعتي، وفي نفس الوقت عاملة المانجا، عصرة المانجا وهفرخها عليهم واقلبهم تقليبة، واسيبهم بقى قيمة ساعة او ساعتين في التلاجة. ما عملتهمش على طول يعني ما اكلناهاش على طول الكوكتيل، لا انتي بتسيبيه شوية عشان الفواكه تشرب من السكر برضو اللي في العصير وتاخد منه، لان الخوخ فيه بعد واحدة مززة. كمان الكنتالوب ياخد من السكر بتاع العصير، لان برضو مبقاش مسكر قوي. فاللي هو ما تعملهوش على طول، يعني اول ما تعمليه حطيه في التلاجة قيمة ساعة او ساعتين، بيحلو مش ما بيحصلوش حاجة والله، بيحلو وبيبقى جميل و... وطعمه بيتغير فعلا، الفاكهة بتتغير. بس كده، وده كان يومنا. مع السلامة.